السلام عليكم مشاهدينا الكرام. معركة الزلاقة هي معركة عظيمة جرت بين جيش المرابطين المغاربة بقيادة أمير المسلمين يوسف بن تشفين ضد الجيش القشتالي بقيادة الفونسو السادس ملك قشتالة وليون، وجيوش أوروبا الصليبية في شبه الجزيرة الإيبيرية يوم الجمعة 12 رجب 1086 ميلادي. وقعت المعركة بعد تردي أحوال الأندلس نتيجة اقتتال أمرائها فيما بينهم وخضوعهم للقشتاليين، ما أدى إلى سقوط طليطلة في يدهم قبل عام واحد من معركة الزلاقة. على إثر ذلك قام الأندلسيين وحاكمهم ابن عباد بالاستغاثة بالمرابطين لنصرة الأندلس، فاستجابوا لهم وعبروا البحر، والتحم المرابطين المغاربة مع الأندلسيين ووصلوا لسهل الزلاقة، وبلغ عددهم 48,000 مقاتل مقابل 80,000 مقاتل صليبي. ودارت بين الجيشين معركة كبيرة انتهت بانتصار عظيم للمسلمين وهزيمة ساحقة للقشتاليين، قتل على إثرها 24,000 قشتالي.